بصوا ما شاء الله هم واكلين بس. ايه ده؟ في حاجه طلعت، في حاجه طلعت. تكونوا مطلعوا يعني طلعتوا خلاص. نبدأ كده معاكم بسم الله. طبعا النهارده أول يوم رمضان، كل سنة وانتم طيبين. أنا عارف إن في ناس ياما زعلانة عشان الغياب الفترة دي كلها، بس غصب عني. واللي جاي المرة دي أحسن. ليه؟ لأن الحمد لله لقيت حد يساعدني في مونتاج الفيديوهات، فإن شاء الله اللي جاي هيكون أحسن، وهتلاقوا فيديوهات ياما، وهننزل إن شاء الله كل يوم فيديوهين على قناة النشر، وأربعة على القناة دي، وطبعا الواحد على قناة البغبغان. استنوا اللي جاي، واللي جاي إن شاء الله احسن. ياما زعلانه من دي، مش عارف هي حلوه وكل حاجه، بس هي بتاذي الحمام. ما بتاذيش الحمام. انا ممكن اديها مثلا زغلول مات من عندي، بس مستحيل تاكل فرد حمام صاحي او زغلول صاحي من اللي عندي، لان طبعا دي طبيعه فيها مهما كنت انت بتعمل ايه. دي طبيعه في القطه، لو لقيت فرد حمام قدامها هتاكله. فانت قفل على حمامك كويس. انا بالنسبه لي لو السلاكه مفتوحه مستحيل تلمس فرد حمام، حتى لو السلاكه مفتوحه، حتى لو دول. لو دخلت السلاكة مستحيل توصل لأي فرد حمام في السلاكة. نسيبنا من ده كله، تعالوا نشوفوا حصل ايه عند الحمام. أول حاجة طبعا حصلت، دول 11 المفروض تكونوا مطلعوا يعني طلعتوا خلاص. ما شاء الله زي الفل. طبعا طلعوا، بس الزغلول شكله هيكون عنده كساح. مش عارف ليه حاسس كده ان هو هيكون عنده كساح. ان شاء الله نلحقه بدري بدري زي الفل كده. طبعا ده زغلول قشر بندق، كشك قشر بندق اللي هو ده. وطبعا محضنين الحصى التاني هنا تحت الحلبية. وانتوا حسيتوا ولا ايه؟ مش عارف ليه عندي احساس انهم حسوا. بصوا النفاخ نايمه في الطاجن ازاي. تعالي تعالي، يلا المره دي ان شاء الله تكون كويسه. بصوا بصوا بصوا، ان شاء الله ناخد منهم حصى. عندنا النمس، هما طبعا كانوا محصين بس انا شفت الحصوايه. دول يعني ممكن يكونوا طلعوا، ممكن وممكن لا لسه قدامهم شويه، لسه يومين او 3 بالكتير. هنعمل النهارده حاجه مختلفه، هنجوز ده لدي. تمام. دي طبعا نتايه استرالي عاديه جدا، وده ذكر بنيدي عادي جدا، مفيش اي مشكله. الاتنين ما ينفعوش مع بعض، هيطلعوا حمام يعني حمام شبه بعض. هما تقريبا شبه بعض، فبس هيطلعوا حمام بزراميط، ولا بنيدي ولا استرالي، هو ممكن يتقال عليه استرالي عادي. بصوا هيطلع استرالي عظم كويس، بس طبعا ممكن يكون فيه فيونكة، فده اللي ممكن يبوظ شكله خالص. بصوا البنيدي زيف طبعا، بقاله فتره حلوه مش معاه نتايه. طبعا النتايه دي الذكر بتاعها مات، وانا لسه ما لقيتش نتايه للذكر ده ولا ذكر للنتايه دي، فهم مع بعض لحد ان شاء الله ما نوفر ليهم ذكر ونتايه. طبعا دول لسه ما حسوش، ودول نايمين على حصى الهمر، ودول طبعا ان شاء الله يحسوا ونحضن تحتهم. تعالي تعالي تعالي. انا ممكن اعمل حركه كده بس كمان يومين 3 انقل الزغلول القشر بندق هنا، بس هنسيبه دلوقتي لحد ما نشوف الدنيا هتظبط ولا لا. طلعته لسه ما طلعوش. طبعا انا عارف هو خصب ولا لا، فده واحده وواحده. لا الكشك لا، الكشك لسه ما اعرفش هم خصبوا ولا ما خصبوش، بس من الواضح انهم خصبوا الاتنين. هو بقاله 5 ايام بالظبط، الاولى مخصبه والتانية مخصبة. المسود طبعا بايض، هسيب له بيضه مش هحضنه. عندنا دول حصوا وناموا على الحصى، وشكلهم كده سابوا الحصى تاني. المرة الجاية ان شاء الله هنحضن، لان انا مش ضامن المرة دي هم خصبوا ولا ما خصبوش، عشان كده ما حضنتش. طبعا هنا بيضة بلاستيك، وهنا البيضة بتاعت البنفسجي. تمام. دي مش بلاستيك، حطها هنا معاهم. دي البلاستيك. عندنا دول ودول. هناخد البيض البلاستيك من تحتهم. ايه فايدة البيض البلاستيك؟ فايدته انه بيخلي الحمام ينام على البيض، ويخلي النتاية لسه حنينة وتحص تاني وتحافظ على النتاية. بس اول ما تشيله الحمام بيشتغل عادي وبيبيض تاني. فايدته انك تخلي الحمام ما يحصيش. طبعا القشر بندق النتاية جاية في السكة، لقيت له نتاية ان شاء الله جاية. ما شاء الله. بصوا الذكر ده يعني مش عايز اقول لكم، انا كل شوية اطلع ابص عليه كده. ما شاء الله عظم ومستوى
انا اصلا مش عارف اوضحه. يعني طبعا الواقع مختلف، الصورة طبعا خداعة، الواقع بيكون مختلف خالص. اي حمام من اللي انت بتشوفه الواقع بيكون مختلف. اللي بيصفر ده البغبغان. ده لسه ما لقيتلوش نتايه، بس ان شاء الله يعني بدور، وان شاء الله نجيب له نتايه مستواه. ودي مش لاقي لك ذكر، اعمل ايه؟ انا مش عارف، بفكر ادخلهم مع بعض بس مش عايز ادخل دول بالذات مع بعض. بالنسبه لي يفضلوا كده، ويفضلوا مستنين نتايتهم او الذكر بتاعها احسن، وتفضل زايفه. انا ممكن مثلا ادخل حاجه زي كده، بس حاجه زي كده انا عارف اللي هيكون فيها كلام ياما، وهلاقي ناس ياما في التعليقات بتتكلم وعايز يعمل كذا وكذا ويطلع قشر بندق او يطلع فحم عظمه قاطع. الكلام ده طبعا انا بعيد عنه خالص ومش هشغل دماغي بيه. وزي ما احنا عارفين القشر بندق اللي زي ده كده، في ناس تقول القشر بندق عالي، وفي ناس تانية خالص بتقول انه دخله صافي. مع التهجينات جاب القشر بندق ده، والقشر بندق مش اصله كده. انا ولا مع ده ولا مع ده، انا الحمامه حلوه قدامي وبتطلع زيها، مفيش اي مشكله. بمناسبه رمضان عايز كل الناس في التعليقات تكتب نوع حمام نفسها تشوفه عندي. انا بالنسبه لي انا نفسي اجيب الكينج تاني، بس انا عايز نوع تاني غير كينج. اي حد نفسه يشوف نوع حمام عندي يكتبه في التعليقات. بمناسبه رمضان عايز كل الناس في التعليقات تكتب نفسك تشوف ايه عندي من انواع الحمام، بس ما يكونش موجود عندي طبعا. الهزاز ما شاء الله هو مخصب الاثنين، انا متاكد يعني مفيش كلام، زي الفل. الشخاشله طبعا الزغلول اتفطم، ابنه فطم ولا لسه؟ مش عارف، لا لسه يا عم. تعال هنفطمه مع بعض، هو خلاص كده يعتبر يعني ياكل، ولو ما اكلش احنا ناكله، مفيش اي مشكله. اهم حاجه هو متدفي كويس. بصوا ما شاء الله، بصوا ما شاء الله، الزغلول هنا ما شاء الله جميل جدا. بتعمل ايه يا عم؟ مش وشنا كده يا عم، تعال تعال حطه هنا. تمام، لحد ان شاء الله ما نجيب كمان زغلول، ولو ما اكلش ناكله. طبعا الجعفره ما شاء الله حصوا، بصوا حنينين جدا، يعني هم ما شاء الله مفيش احن من كده. حصوا الاولى، بصوا سبحان الله. خلاص 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 ايه. طبعا فيهم حاجات بسيطه، حشرات بسيطه هنشيلها ان شاء الله. والذكر والنتايه كويسين، يعني الذكر والنتايه حنينين مش بيخافوا. والله يا جبان يا معفن. طبعا دي النتايه ما شاء الله. تعالوا بقى نشوف شويه زغلي ما شاء الله زي الفل اهو، طالعين مفيش اي مشكله. ايه اخواتهم حسوا؟ لسه ما حسوش. مش عارف ليه حاسس كده ان النتايه دي فيها مشكله، لحد الان مش واثق فيها، بس انا سايبها يعني لحد ما نشوف فيها ايه. الشراباز الارضي حصه التانية زي الفل. طب احنا ممكن نحضن تحته، ممكن نحضن تحته الجعفره، لانه اصلا ممكن ما يخصبش، وانا بالنسبه لي مش محتاج شقلباز ارضي. طب بالنسبه لدول حنينين وهياكلوا، حنينين وهياكلوا. عندك مثلا بصوا النتايه ما شاء الله، حمامه حنينه جدا، والشقلباز عامه تاكيله كويس. طبعا ده عين الحمام جديد، هنشوفه بعدين حصه وزي الفل. بصوا ما شاء الله هم واكلين، بس اكل زياده عن اللزوم. بص ده ما هو اكل ايه؟ انت ايه يا عم ده كله ما شاء الله، يعني واكل زياده عن اللزوم. اللي اكلهم زياده عن اللزوم. تمام. عايز برضو الناس في التعليقات تكتب نثبت الباب ده يكون زي ما هو كده حضانه، نركب مثلا كمان لنضه زي دي ونثبته، ولا نعمل مكان لوحده يكون حضانه ونستخدم دي باب عادي زي اي باب عندنا. طبعا الناس اللي متابعانا جديد لو ما تعرفش لسه، انا حتى لو مش برد على التعليقات تقريبا بشوفها كلها. في حاجات هنا، حاجات حلوه هنا، حاجات حلوه جدا هنا ما شاء الله زي الفل. خلاص خلاص. وهنا في حاجات حلوه لسه ما طلعوش. عندنا هنا حصل مفتل ما شاء الله زي الفل اهمت 22 خصب ولا ما خصبش، واحده وواحده، شفتهم واحده وواحده. ليه مش فاهم؟ الحمام الجديد حتى واحده وواحده. ايه ده؟ في حاجه طلعت، في حاجه طلعت، او في حاجه اتكسرت يعني عامه. لا في حاجه طلعت الحمد لله. بس يا بت اسال، بس سيبك ما شاء الله لسه طالع حالا ومتلبن حالا حالا حالا. خلاص تعالى تعالى. بتحبوا تعضوا؟ عضوا بعض. بصوا هما يجوا يعضون انا، وبعدين اسلكهم اخليهم يشبكوا ببعض. بصوا. تعالى عضوا بعض كده. بالنسبه للسلاكه تمام. بصوا جمال الدقه. بصوا لما يكون عندك حاجه حلوه في السلاكه هتقعد تبص عليها كل شويه، حتى لو عندك حمام كتير. شوف دخلت فين.
انا مش عارف اعمل لها ايه. ده في ناس بتقول لي سمها. اسم ايه بس يا عم؟ لا ما ينفعش طبعا، ما ينفعش. اعمل لها ايه؟ تعالي تعالي. وانا ممكن لو قفلت الباب ده كده خلاص الموضوع خلص بالنسبه لها، مش هتعرف تدخل ولا تطلع. طبعا اللي هم عندهم روشه لسه هنا مش عايز ارميهم والله، وفي نفس الوقت مش هدخلهم السلاكه يعني دلوقتي خالص، لسه شويه حلوين. اديها وبصوا يعني هم في الجو قدامها على طول ومش عارف تعمل لهم حاجه، فهي مش هتعرف تعمل حاجه للحمام اللي جوه السلاكه. بس انا لو طلعت فرد حمام بره السلاكه ساعات بتكون يعني مسهياني وعايزه تخش عليه وانا مثلا باكله او كده، بس طبعا مش بتاخده لان انا باخد بالي على طول. فدي طبيعه فيها، انت خلي بالك من حمامك وخلاص. عندنا دول النتايه لسه بتعرج ومش عارف اعمل لها ايه، بديها كالسيوم وماشي معاها وان شاء الله تكون تمام. فلسطيني وجماله. فلسطيني طبعا من اول ما طلعته من الباب الخشب بطل يحصي، بطل يعض، بطل يكون فلسطيني. تعالى تعالى يا ده انت كنت بطل يعني. كان وحاليا عايز النتايه بتاعته تحصي، والنتايه طبعا مش شغاله، ومش شغاله اللي بجناح واحد لان طبعا الجناح التاني واقف خالص مش شغال. ممكن اذبحها، ممكن اجيب له نتايه تانيه. نفس الكلام دول، نفس الكلام. الساحن اللي هم مستواهم كويس شويه مش شغالين. مش عارف العيب في المكان ولا العيب في الحمام، بس اكيد العيب في الحمام لان المكان بالنسبه لي مكان كويس مفيهوش اي مشكله، فالعيب ممكن يكون في الحمام. ده الفيديو بتاعنا، مش هنطول عليكم اكتر من كده. استنوا الايام الجايه هنعمل شويه فيديوهات حلوين. بالنسبه لموضوع تسييب الحمام تاني، ممكن اسيب الحمام بس هسيب اللي على مزاجي، مش هسيب كل الحمام. يعني مثلا فرد زي ده مش هيتسيب عشان ما يتبهدلش، ده يفضل كده في مكانه، هو اصلا خايف من المكان. بالنسبه لي فرد زي ده وانتايه مثلا في نفس مستواه احسن عندي من 5-6 جواز. يعني ده بتمنه كان ممكن اجيب 4 تجواز هنا، بس بالنسبه لي يفضلوا فاضيين كده، واجيب فرد حمام مستوى كويس. واحده واحده ان شاء الله هخلي الحمام اللي عندنا كله مستواه كويس. لايك للفيديو، اشتراك في القناه، متابعه للفيسبوك والتيك توك. كان معاكم علاء من قناه كلام حمام. سلام.